فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. في هذه اللحظة الله سبحانه وتعالى يحيي فيها من يشاء ويميت من يشاء ويرزق جميع المرزوقات ويعطي كل عضو من أعضائك رزقه الخاص وحياته الخاصة، وهو سبحانه مطلع على حركة عينك وعلى ما تسمعه أذنك وما ينبض به قلبك وما تتحرك به جوانحك، وهو في هذه اللحظة سبحانه يعطي كل المخلوقات من الحيوانات والبهائم والدواب والحشرات كلها في هذه اللحظة بذاتها يرزقها الله ويعطيها ويدبر جميع شؤونها. ثم هكذا في كل لحظة تأتي كل يوم هو في شأن. لو وكلت يا عبد الله بشأنك أنت وحدك أن تقوم بجميع أمورك بحيث لا تغفل عن شيء من شأنك لعجزت، ما تستطيع أن تلاحظ حركات عينك فقط، فكيف ببقية الأشياء التي تتحرك في جسمك داخلا وخارجا؟ والله جل شأنه من فوق 7 سماواته يدبر جميع أمور الخلائق، لا يخفى عليه دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ولا تغلطه كثرة المسائل، يسأله من في السماوات والأرض على اختلاف اللغات وتفنن الحاجات، ومع هذا فيسمع كل الدعوات ويعلم جميع اللغات، لا تغلطه كثرة المسائل ولا يتبرم بإلحاح الملحين، بل يحب من ألح عليه في الدعاء ومن أكثر في اللجوء إليه سبحانه. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب، فسل ربك القدير الذي أمره بكاف ونون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هو سبحانه المتكفل بأرزاق الخلائق كلها، فلما يسيء أحدنا الظن بالله؟ ولما يتشكك إذا دعا الله؟ لما لا يدعو بيقين؟ لما لا يقبل على الله عز وجل بحسن رجاء؟ أيعجزه سبحانه أن يجيب طلباتك وأن يعطيك سؤالاتك وقد خلق السماوات والأرض وما بينهما ولا يعجزه شيء من شأنها؟